بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ أنا أم أحمد ودي قناتي قناة عيون الطبخ. لو أول مرة تشاهدوها فضلا وليس أمرا حطوا اللايك، وكمان لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل فيديوهات جديدة بنزلها. وكمان يا ريت تشيروا الفيديو لأكبر عدد من الأصحاب والإخوات والحبايب عشان قناتي مش هتكبر إلا بيكم حبايب قلبي. هتعملي ايه يا ست أم أحمد النهارده؟ انا النهارده كده في وصفه عجبتني قوي اللي هي الملوخيه. ازاي نخزن الملوخيه بدون تعب وبدون ارهاق وبكل سهوله، ولو قعدت في ارض ملوخيه هتخزنها على طول من غير اي مشاكل ومن غير اي تعب. تعالوا كده، بس انا جربتها الاول في كيلو من الملوخيه، تمام؟ عشان نشوف كده بقى معانا ازاي، عشان اقدر اقول لكم اذا كنتوا تعملوا الوصفه دي ولا لا، وهتقعد معايا من سنه لسنه. اهم حاجه وانت بتشتري الملوخيه، اشتري الملوخيه الحلوه اللي ناشفه قدامك كده وورقتها بتبقى عريضه وتخينه، علشان بترمي بقى معاكي وبتدي عرق حلو قوي للملوخيه. طبعا ملوخيه من غير عرق ما تنفعش خالص وما تبقاش ملوخيه، تمام؟ انا عن نفسي اما باجي اقطف الملوخيه بقطفها وهي ناشفه، ما بغسلهاش الاول، انا بغسلها بعد ما بقطفها، تمام؟ طيب لما تيجي تقطفيها بقى لازم تقطفيها كده، بصي الشوشه اللي فوق العود ديت ما تاخديهاش كده ورقه ورقه، خديها مره واحده وسيبي فيها جزء. الجزء اللي انت بتسيبيه اللي هو من العود اللي الملوخيه ده بتسيبيه فيها، ده اللي بيخلي الملوخيه عندك تبقى لها عرق وما شاء الله ومطاطيه كده وزي الاستك وزي الفل، واخده بالك؟ إيه ما شاء الله بجد. انا مش عايزه اقول لكم، انا السنه دي ما جبتش ملوخيه خضرا خالص، واول مره اجيبها بصراحه. لأن بدأت أكره تخريطها، لأن أنا ما بحبش أعمل الملوخية إلا بالمخرطة. أنا جربت الكبة ما عجبتنيش خالص، وأنا عامة عن نفسي ما بحبش أعمل ملوخية إلا لازم أخرطها على إيدي. فأنا بصراحة السنة دي كده كسلت منها خالص، وكل ما أجي أجيبها أقول يوه لسه هجيب وأخرط وأقطع والكلام ده. لا خالص، كنت بستسهل الملوخية الناشفة، وخصوصا إنها عندي متوفرة موجودة عندي يعني الناشفة. تمام. طيب احنا بعد ما قطفنا الملوخيه بالشكل ده، رحت غسلتها كده حلو قوي على الحوض، وبعد كده ايه بحطها في مصفى تصفي الميه. وطبعا انا بخرط الملوخيه لازم احط فيها 3 قرون فلفل احمر كده معاها، بدولها طعم تاني خالص. فانا هنا كنت قطعت الفلفل، نضفته برضو كده، شلت القلب بتاعه وقمت حاطاه معاها غسلته وياها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. جيب بقى بعد ما بسيبها تصفي الميه شويه كده من المصفى، اجيب فوطه حلوه وافرشها، وابدا ايه افرش عليها الملوخيه لغايه لما تشفشف خالص كده من الميه بتاعتها، عشان الميه دي بتخليها تمزلق ومتبقاش حلوه خالص. تمام، لازم تنشفي الملوخيه، ما تنشفهاش خالص يعني، المهم ان انت تحسي ان الميه بتاعتها اختفت. جبت بقى كيسه، طبعا ابو احمد جه بقى في اليوم ده، آه، اللي بتعملي ايه؟ قلت له اصبر بس عليا. جبت كيسه، تمام، وعبيت فيها الملوخيه ورق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجه بقى وانت بتحطي الملوخيه في الكيسه، فرغي الهواء كله اللي موجود فيها، يعني خرجي الهواء اللي موجود كله في الكيسه واربطيها كويس قوي وارميها في الفريزر، تمام، وسيبيها بقى ونسيها سنه اتنين تلاته براحتك. هنا بصراحه كان بقالها حوالي 5 6 ايام، فانا حبيت اعملها بقى، قلت اجي اشوف عشان اقول لحبايبي بسرعه اذا كان يلحقوا ينفذوها ويعملوا الخطوه دي او الوصفه دي ولا لا، وخصوصا ان الملوخيه لسه موجوده. طبعا شوفوا بعد ما طلعت بعد 5 6 ايام من الفريزر، شفتوا لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله زي ما هي. هجيب بقى الكبه بتاعتنا كده الحلوه دي وهبدا بقى اكسرها. اهم حاجه لما تطلعي الملوخيه من الفريزر مجمده ما تسيبهاش تفك منك. يعني هنا بقول لك شايفين الفلفل الاحمر موجود فيها زي ما هو ازاي. إيه، ما تخليش بقى الملوخية لما تطلعها من الفريزر ما تخليهاش تفك منك خالص، امسكيها كده على طول، طلعاها من الكيسة واكسريها. بصي هي بتتكسر بكل سهولة، مش زي أي حاجة تانية. طبعا بعد ما كسرناها وحطيناها في الكبة، أنا هنا بعد دايما لما باجي أخرط الملوخية بالمخرطة لازم بحط لها كده فصين 3 من التوم وأنا بخرطها مع القرن الفلفل الأحمر. طبعا احنا هنا حطينا في الكبة، طلعت كمان كده مكعب توم من اللي انا مفرزاه معاكم وشايفينه لونه ابيض فريش زي الفل ازاي، حطيته معاها وابدا بقى افرمها. على فكره بتتفرم بكل سهوله، ولكن عشان هي خفيفه كده كانت معرشه من فوق وتحت فاضي في الكبه، فانا ايه بطلت وزقتها بالمعلقه، شايفين ما شاء الله. بصوا، ودي كانت الصدمه هنا بصراحه يعني. انا ما بحبش انا خالص موضوع الكبه ده ولا الخلاط ان انا اعمل ملوخيه. ملوخيه يعني مخرطه،
واخرط كده واتكيف. ولكن خلاص بقى ما عادش فيه درعه ان احنا نقعد نقطف نخرط ملوخيه، وخصوصا لو هنخزنها يا جماعه بتبقى الكميه كبيره. تمام. هنا ما شاء الله بصوا بقى خرطنا الملوخيه، تعالوا بقى نجربها مع بعض الطبيخ ونشوف لونها اتغير ولا لا. وبالنسبه لاي حاجه تتحط في الفريزر طالما اتجمدت معاكي يوم زي 2 زي 3 زي شهر زي سنه، صح متفقين ولا لا؟ المهم ان الحاجه اتحطت في الفريزر واتجمدت، ما تقوليش اصلها بعد 5 ايام. لا يا حبيبه قلبي، لو سبتيها برضو سنه هتفضل على نفس الوضع ده ونفس اللون ده. تمام كده. ولو وصلت معايا لغايه هنا بقى ما تنسيش تحط اللايك حبيبه قلبي. طبعا كلنا عارفين ان اللايك لا بيكهرب ولا هو بفلوس ولا بيتعب ولا اي حاجه خالص. تمام. حطيه بقى بس ما تنسيش بالله عليكي لو الفيديو عجبك. تمام. تعالوا بقى نشوف الملوخيه بتاعتنا. قلنا هنطبخها، طبعا انا حطيتها في الحله الاول، وبعد كده لازم اضيف لها الاضافه الجميله دي، المكعب المرق ده في الملوخيه ده حاجه تانية خالص. بجد جربها حتى لو عاملاها بشوربه لحمه، صدقيني المكعب المرق ده بيفرق معاها خالص وبوديها في حته تانية. طب انت حطيت الملوخيه الاول ليه ما حطيتش الشوربه؟ انا كده كده الشوربه عندي كانت بتغلي. تمام. فانا حطيت الملوخيه وابدا انزلي بقى. لو انت لسه جديده كده في العمايل الملوخيه، حط الملوخيه الاول وابدا انزلي بكبشه كبشه كده وقلبي في الملوخيه. تمام. كبشه، انزلي بكبشه كبشه وقلبي في الملوخيه لحد ما توصلي للقوام المطلوب اللي انت عايزاه، عشان ما تحطوش الشوربه الاول بعدين تيجي تحطي الملوخيه تلاقي الشوربه كانت كتير والملوخيه بتاعتك بقت ميه وخفيفه منك ومش حلوه خالص. تمام. دي المعلومه دي للبنات الجداد اللي لسه اول مره يعملوا ملوخيه، اللي هم سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز. ماشي يا حبيبه قلبي. طيب قبل الملوخيه طبعا انا حطيتها كده على النار عشان نلحقها قبل ما تغلي. الملوخيه ما بتغليش. جبت هنا ايه طاسه، حطيت فيها معلقه سمنه من اللي انا كنت عاملاها معاك، اللي هو اديني فاكرينه اللي احنا مسيحينه باللبن والقشطه. خدته منه معلقه كده ما شاء الله سيحتها، ونزلت فيه كده بمعلقتين من التوم او مكعبين من التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض، وهنزل عليه كده بمعلقه كزبره ناشفه كبيره. وبدايه اقلبي بقى كده حبيبه قلب الطشه الجميله دي. مش عايزه اقول لك الريحه بقى يا سلام يا سلام. احنا بقى بنعمل طشه مين؟ طشه ونيس، اوعوا تنسوا طشه ونيس. ها. وتنسي الشهقه. خلاص. خدت اللون الصفاري، وهنا الملوخيه لسه بتاعتنا ما قلبتش، وهنا شهقنا بقى شهقه ونيس مش عايزه اقول لك سمعت البر التاني. ونزلنا بالطشه على الملوخيه. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بجد والله العظيم انا صدمت. بجد بجد. خلاص انا هجيب ملوخيه تاني وهخزن بقى كميه كبيره، لان انا كنت كرهت الملوخيه التانيه. وبعد ما كنا بنخزنها متخرطه طبعا كنا بنطلعها ونجي اطبخها الاقيها تسود وبتغير لون برضو. يعني ايه بتغير لون؟ لكن دي بسم الله ما شاء الله. شفتوا اللون؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ شفتوا؟ ولا القوام بقى؟ مش عايزه اقول لكم القوام بتاعها مطاطي بقى، والعرق بتاعها شايفين يا جماعه؟ الملوخيه من غير عرق قلنا ايه ما تبقاش ملوخيه. يلا نغرف بقى. ولا ريحتها بقى ما اقولكوش. يا خراشي عليها وعلى جمالها بجد والله العظيم. الفكرة دي حلوة. طب جبت الفكرة دي منين يا أم أحمد؟ بص برضو لازم ننسب الحق لأصحابه. الفكرة دي أنا خدتها من مدام سوير جاد. بجد بجد والله العظيم أنا بشكرك جدا جدا. أنا أول مرة أعمل ملوخية خضراء السنة دي، لأن كنت تعبت من التخريط وأنا مش بحب أعملها إلا مخرطة. لكن قلت أجرب معاكم الفكرة دي زي ما هي قالتها بالظبط. لقيتها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا، وكأني خرطها بالمخرطة بالظبط. والله العظيم بجد ما شاء الله. شايفين القوام؟ بصوا بقى ولا فيها فتل ولا فيها خيوط والحاجات اللي احنا لما بنيجي نعملها في الكبة دي بنلاقيها. ده الفيديو بتاعي كان معاكم النهاردة. يا رب أكون عند حسن ظنكم وقدرت أفيد أصحابي وحبايبي اللي هم مش عارفين برضو يخزنوها إزاي. وما تنسونيش بقى في اللايكات المحفزة والكومنتات الحلوة منكم يا أحلى وأغلى متابعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، ومع السلامة.